السلام عليكم. الحمل مرحلة مهمة ومثيرة في حياة أي امرأة، فإزاي تعرفي إنك حامل من الأسبوع الأول بدون اختبار حمل؟ أنا كريم شرابي، أهلا بكم في حب الطب. الحمل من أكتر المراحل المهمة والجميلة في حياة أي إنسان مش المرأة بس لازم تعرفي إن الحمل بيكون فيه العديد من التحديات والتغيرات الجسدية والنفسية اللي لازم تفهميها وتعرفيها كويس وإزاي تتعاملي معاها. النهاردة حابب نتكلم عن موضوع مهم أوي وهو الحمل، وإزاي بيحصل وإزاي تعرفي إنك حامل من الأسبوع الأول من خلال بعض العلامات الأولية للحمل. لأن في سيدات كتير ما بتقدرش تتعرف عليها، فحبيت أتكلم بشكل مفصل عن كل علامة حمل وليه بتحصل وتتعاملي معاها إزاي. بس قبل ما نتكلم عن أعراض الحمل الأولية لازم نعرف الأول الحمل بيحصل إزاي. الحمل بيحصل نتيجة اتحاد حيوان منوي واحد مع بويضة. أثناء الجماع الحيوانات المنوية بتبدأ في رحلة من عنق الرحم وتمشي جوه الرحم لحد ما تلاقي أنبوبة كده زي الماسورة اسمها قناة فالوب، فتبدأ تدخل منها لحد ما توصل لبدايتها، وخصوصا جزء منها اسمه الأنبولة، وده الجزء المحيط بالمبيض، عشان أول ما المبيض يكون البويضة يرميها فيه والحيوان المنوي يخصبها، وتبدأ البويضة المخصبة في الانقسامات وتبدأ تتحرك لناحية الرحم في رحلة بتستغرق 6 أيام لحد ما تنغمس في بطانة الرحم، وتبدأ تفرز هرمونات الحمل اللي مسؤولة بنسبة كبيرة عن أعراض الحمل اللي هنتكلم عنها النهاردة. فيلا بينا نتكلم عن 15 علامة حمل لو حصلت يبقى بنسبة كبيرة هيكون حصل حمل. ونبدأ بأول علامة من علامات الحمل في الأسبوع الأول، وهي ألم أسفل الظهر أو أسفل البطن، وخصوصا لو أول حمل. والألم ده بيحصل بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتحصل، لأن ارتفاع مستوى هرمونات الحمل بتعمل ارتخاء تام في العضلات والأربطة في الجسم، وخصوصا في منطقة الحوض، علشان تهيئ المنطقة دي لاستقبال نمو الجنين. وتاني علامة من علامات الحمل في الأسبوع الأول هي زيادة الإفرازات المهبلية، من أشهر أعراض الحمل المبكر. تظهر في بداية الحمل وبتزيد مع تقدم الحمل، وبتحصل بسبب التغيرات الهرمونية على الرحم وعنق الرحم وزيادة تدفق الدم اللي رايح للمنطقة التناسلية. وكمان بتحصل بسبب كبر حجم الغدد الموجودة في المهبل. والإفرازات دي لها صفات معينة لازم تعرفها كويس أوي. بتكون سائلة، مش مكلكعة ولا متكتلة ولا متجبنة كده، وبتكون شفافة أو لونها زي الحليب أو أصفر بس بدرجة فاتحة، وكمان ملهاش ريحة وما بيكونش معاها حكة في المهبل. أما بقى لو كانت إفرازات لونها غريب أصفر غامق أو خضراء أو معاها ريحة وحشة زي ريحة السمك أو أي ريحة مش كويسة، وكمان في حكة في المهبل، بيكون غالبا في التهابات حصلت، وساعتها لازم تستشير دكتور علشان يحدد العلاج المناسب. وعلشان كده احنا دايما بننصح أي حامل إنها تراقب الإفرازات، لونها وريحتها، وتبلغ الدكتور بأي تغير ملحوظ فيها. وتالت علامة من علامات الحمل في الأسبوع الأول هو الشعور بالغثيان. تقريبا نادر قوي لما نشوف حامل ما شعرتش بيه، وخصوصا في الصبح أول اليوم. دايما الحامل تلاقي نفسها إنها عاوزة ترجع، وعدم ارتياح في الجهاز الهضمي من عند المعدة لفوق. والشعور بالغثيان بيحصل بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في جسم المرأة خلال فترة الحمل. بتزداد كمية الهرمونات، خصوصا هرمون البروجسترون اللي بيأثر على الجهاز الهضمي ويبطئ حركته، فيحصل لها الغثيان والتقيؤ. كمان بيحصل بسبب تأثير الهرمونات على المركز الدماغي المسؤول عن التوازن والتنظيم الغذائي. وعلى الرغم إن هو عرض غير مريح للحامل، لكنه مش خطر على الجنين ومش بيأثر على حياة الجنين. ويمكن إن احنا نقلل الشعور بيه من خلال تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدل من وجبات كبيرة مرة واحدة. تاكل أطعمة خفيفة سهلة الهضم زي الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة واللحوم المسلوقة، وبتبتعد عن الأطعمة اللي بتسبب الغثيان وتهيج المعدة زي الأطعمة الدهنية والحارة والمأكولات السريعة. وتتجنب الروائح القوية اللي بتزود الإحساس بالغثيان زي روائح الأكل والعطور والمنظفات. وفي مشروب كده اسمه الزنجبيل أو الجنزبيل على حسب ما بتسموه، ليه مفعول كويس في تقليل الإحساس بالغثيان. ولو حسيت إن الموضوع زيادة قوي يفضل تستشيري طبيب النساء في إنه يوصف لك بعض الفيتامينات والأدوية اللي تريحك. ورابع علامة من علامات الحمل هي التغيرات اللي بتحصل في الثدي. التغيرات دي عبارة عن زيادة في حجم الثدي بسبب زيادة حجم الغدد الثديية والشرايين والأوردة والأنسجة الأخرى في الثدي. وبتبدأ الأوردة تكون أكثر وضوحا فيه، وكمان الثدي بيكون حساس أكتر، ولون الحلمة بيكون أغمق شوية وبتكبر في الحجم، وأحيانا ممكن تشعر ببعض الآلام فيه. علشان كده في بداية الحمل لازم تستخدمي حمالة ثدي مريحة وحجمها يكون مناسب. ولو حسيتي بآلام ممكن تعملي كمادات مية دافية هتريح الألم شوية. ولو الألم كان شديد أو في تغيرات غير طبيعية فيه يفضل تستشيري طبيب النساء. وخامس علامة من علامات الحمل المبكر هي زيادة عدد مرات التبول. بيكون أكثر من الطبيعي بتاعها، وكميته كمان بتكون أكتر، وده لأن التغيرات الهرمونية في منطقة الحوض بتزود كمية الدم في المنطقة دي. وبالتالي هيكون في كمية دم أكتر بتوصل الكلى، فهتكون كمية بول أكتر وتزود عدد مرات التبول. أحيانا أصلا بتوصل لحالة التبول اللا إرادي. وهنا بننصح الحامل إنها تشرب مية أكتر، لكن لو كان في حرقان أو دم في البول أو ألم أعلى منطقة المثانة مثلا، ممكن يكون حصل التهابات في مجرى البول، وساعتها يفضل نستشير الطبيب علشان يكتب العلاج المناسب. وسادس علامة من علامات الحمل هي الشعور بالعطش. تلاقي نفسها كده كل شوية عطشانة وعاوزة تشرب رغم إنها لسه شاربة مية من شوية. وسبحان الله العلامة دي بتحصل كتنبيه للجسم إنه بيفقد سوائل بسبب كمية البول الكتير اللي بتنزل من الجسم.
فالجسم بيديها إحساس العطش علشان تعوض كمية المية اللي نزلت دي. علشان كده لازم تشربي كمية مية كويسة في الفترة الأولى من الحمل، وما تخافيش أي سوائل زايدة بتنزل مع البول عادي جدا. وسابع علامة من علامات الحمل المبكر هي نزول نقط دم، بنقول عليها دم الانغماس، بيحصل بسبب انغماس الجنين داخل بطانة الرحم، وبيكون لونه أحمر فاتح على عكس لون البريود، وده حاجة طبيعية مفيش منها أي قلق. وتامن علامة من علامات الحمل هي الشعور بالإرهاق والتعب، ودايما جسمها مكسر وهمدانة وبتنام كتير على غير عادتها، وده بيحصل بسبب إن هرمونات الحمل بتخلي الجسم في حالة ارتخاء تام. ولما تحس بكده حاولي ترتاحي وتنامي كويس، لأن الفترة دي فترة صعبة ومهمة جدا لاستكمال نمو الجنين بشكل كويس. وتسع علامة من علامات الحمل المبكر هي حدوث اضطرابات في المزاج، تزعل مرة واحدة أو تفرح مرة واحدة كده. أنا عارف إن ده الطبيعي أصلا عند المرأة، بس الموضوع بيزيد شوية، توتر وقلق واكتئاب وغضب ومشاعر أخرى بشكل مفاجئ وغير متوقع، وده بسبب التغيرات في مستوى هرمونات الحمل. وكمان لو أول حمل بتكون خايفة أكتر وقلقانة، علشان كده بننصح الزوج إنه يكون هادي ويعاملها كويس الفترة دي، وما ياخدش أي زعل على محمل الجد. يعني الهرمونات هي اللي بتكون زعلانة ومتعصبة مش هي. والعلامة العاشرة من علامات الحمل المبكر هي الإمساك والشعور بالانتفاخ دايما، لأن هرمون البروجسترون بيقلل حركة الأمعاء وبيخلي سرعة الهضم أقل. وبننصح الحامل دايما إنها تشرب مية كتير وتاكل حاجات فيها ألياف عالية زي الخضار، علشان تقلل من حدوث الإمساك وتحمي نفسها من إن يجيلها بواسير أو شرخ شرجي أثناء الحمل. ونيجي بقى للعلامة رقم 11 من علامات الحمل المبكر، وهي ارتفاع درجة حرارة الجسم بدرجة بسيطة، وده بسبب هرمون البروجسترون اللي بيعلي درجة حرارة الجسم بمقدار نص درجة مئوية. لكن لو كانت درجة حرارة عالية أو في أي أعراض تانية زي ألم في البطن أو صداع شديد، يفضل زيارة الطبيب علشان يشوف التشخيص والعلاج المناسب. والعلامة رقم 12 من علامات الحمل المبكر هي تغير في حاسة الشم، بتشم ريحة الأكل بريحة مش كويسة مثلا، أو بتشم ريحة محدش غيرها شممها أصلا. وفي بعض الحالات بتوصل لفقدان مؤقت لحاسة الشم، وده بسبب تأثير هرمونات الحمل على مستقبلات حاسة الشم في الأنف. فما تقلقيش من أي تغيرات بتحصل في حاسة الشم في وقت الحمل. والعلامة رقم 13 من علامات الحمل هي زيادة الشهية لأكلات معينة، أو تكره أكلات كانت بتحبها، وده اللي معروف بوحم الحمل، واللي اتكلمنا قبل كده بالتفصيل عنه، أسبابه وأعراضه وإزاي بيكون سبب في حدوث مشاكل بين الزوجين وطرق التغلب عليه. هسيب لكم الرابط في التعليقات تحت، ضروري تشوفوه علشان تفهموا الوحم ده كويس أوي. والعلامة رقم 14 من علامات الحمل المبكر هي احتقان الأنف، وده بيحصل بسبب ارتفاع هرمون الأستروجين خلال فترة الحمل، وده بيسبب احتقان الأنسجة الموجودة داخل الأنف، وبالتالي ضيق في الممرات التنفسية، فممكن يحصل صعوبة في التنفس واحمرار في الأنف والعطس. والعلامة رقم 15 والأخيرة وتعتبر أهمهم هي تأخر البريود أو الدورة الشهرية، وبتحصل بسبب ارتفاع البروجسترون والأستروجين في بداية الحمل، فبيمنع الدورة الشهرية إنها تحصل. لأن لما ما بيحصلش حمل هرمون البروجسترون بيقل فجأة، فبيحصل تمزق في بطانة الرحم اللي اتكونت وتبدأ تنزل على هيئة دم البريود. لكن لما بيحصل حمل هرمون البروجسترون بيعلى، فبيحافظ على بطانة الرحم ويزود تكوينها وإمدادها بالدم علشان الجنين. وبعد ما خلصنا ال15 علامة دول، نيجي بقى للسؤال المهم: هل العلامات دي أكيدة بنسبة 100%؟ طبعا لا، لأن كتير من العلامات دي بتحصل في الدورة العادية، وكمان في أدوية اللي بتساعد على التنشيط بتعمل أعراض شبيهة بالأعراض دي. كمان في حاجة اسمها الحمل الكاذب، بيحصل لما واحدة ما بتخلفش بتحط نفسها في ضغط نفسي كبير، بيحصل لها أعراض زي أعراض الحمل، وكمان الدورة بتاعتها بتتأخر. لكن احنا بنقول مع حدوث عدد كبير من ال15 علامة دول يبقى بنسبة كبيرة حصل حمل إن شاء الله. طيب إيه اللي يقول إن في حمل؟ طبعا هو اختبار الحمل، واختبار الحمل ده بنقيس بيه هرمون الحمل اللي هو هرمون ال HCG، سواء في البول أو في الدم، وطبعا الأدق فيهم هو تحليل الدم. لكن طبعا الأغلبية العظمى من السيدات بيحبوا يستخدموا اختبار البول، فحابب أوضح شوية حاجات خاصة بيه. مبدئيا كده الاختبار ده بيتعمل من أول عينة بول أول ما تصحي من النوم الصبح، لأن بيكون فيها أعلى تركيز للهرمون، وبنعمله بعد ميعاد الدورة الشهرية، مش قبلها ولا أثناءها. كمان لازم تعرف إن الاختبار اللي بنستخدمه بيختلف من شركة للتانية، كل اختبار له حد أدنى علشان يطلع إيجابي. لو الهرمون كان أقل منه الاختبار هيكون سلبي، وده اللي بيحصل في حالات كتير، تعمل اختبار حمل ويطلع سلبي، وبعدها بأسبوع تعمله في الدم ويطلع إيجابي وتطلع حامل فعلا. في النهاية بندعي ربنا إنه يرزق كل زوجين بالذرية الصالحة اللي تسعدهم في الدنيا والآخرة، وربنا يفرحكم كلكم، وربنا يحفظنا جميعا.